هل تعلم أن عيد الاستقلال الذي نحتفل به ليس هو تاريخ نهاية الحماية الحقيقي؟ السبب قد يفاجئك. المغرب وضع تحت الحماية الفرنسية سنة 1912، لكن المقاومة الوطنية والسلطان محمد بن يوسف دفع بقوة نحو الاستقلال، خصوصا بعد وثيقة 11 يناير 1944. وبعد نفي السلطان ثم عودته سنة 1955 ألقى خطاب 18 نوفمبر الذي أعلن فيه قرب نهاية الحماية. أما إلغاء الحماية رسميا فتم في 2 مارس 1956، وهو التاريخ الذي احتفل به المغاربة أولا قبل أن يتحول الاحتفال إلى 18 نوفمبر، لما يحمله من رمزية مرتبطة بعودة السلطان وخطابه التاريخي. الآن عرفت السر وراء تاريخ الاحتفال بعيد الاستقلال. إذا أردت حلقات قصيرة عن تاريخ المغرب أخبرني في التعليقات.